أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب. يلا بينا نسمع القصة. معانا الكاتبة زهراء سلامة. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي. ومعانا صديقتنا سجدة وأنا حبيبة. هتحكي لنا إيه النهاردة؟ هحكي لكم حدوته الحمامه البيضاء. الحمامه البيضاء دي البطله بتاعتنا. عندها اطفال وعايشين في الغابه. الطيور بتعيش في ايه يا ولاد؟ الغابة. لا، بتعيش في ايه؟ في الطيور. شكل شجرة. الشجره على الشجره كده، ولا في حاجه بتعيش فيها؟ عش. في عش. العش ده شفتوا مره يمام او حد وهو بيبني العش بتاعه؟ أنا شفتوا قد ايه ربنا مديها الملكه انها تعمل العش بتاعها من ورق الشجر ومن الاغصان؟ شفتوا بيبقى قوي ازاي ومتين ازاي؟ الحمامه البيضاء العش بتاع ولادها فين؟ في الشجره. وهي بنيه لهم العش وقاعدين مبسوطين، فجاه هبت رياح شديده جدا. الرياح الشديده دي بقت توقع الغصون الرفيعه وتوقع افرع الشجر، واي حاجه مش جامده قوي تروح موقعاها. ايه اللي وقع بقى مع الهواء الجامد ده؟ العش بتاع مين؟ الطيور. بتاع الحمامه البيضاء واولادها. المهم ان الطيور اتلمت على بعضها في حته امان عشان ما تروحش بقى تطير بقى بعيد او يقع عليها حاجه من الاغصان الجامده، لحد لما ايه الرياح والاعاصير دي ايه خلصت. اول ما الرياح الوحشه دي خلصت، راحت ايه بقى الحمامه بدات تنقل ولادها من المكان اللي كانوا فيه على مكان تاني، وبدات ايه من عش جديد من برضو الافرع ومن ايه الورق، قالوا ايه يعيشوا فيه. وفعلا بنت هي وزوجها ايه العش في مكان امن بين الاغصان ايه الجامده وبين الفروع الجامده، وبقت مبسوطه خالص. بس بقى بتكمل بقيه العش، فنزلت تلم شويه حاجات وتطلع، نزلت تلم شويه حاجات وتطلع، سمعت صوت ضعيف جدا في المكان اللي هي فيه. المكان كله ورق واغصان رفيعه. قالت ايه الصوت ده جاي منين؟ الصوت ده جاي منين؟ بدات تقرب، لقت الصوت ده جاي منين؟ عصفوره صغيره جدا واقعه متغطيه بالورق وضعيفه جدا، لسه بقيه الريش بتاعها ما طلعش. جايه تمسكها لقت الجناح بتاعها ايه مكسور. ينفع تشيلها وهي جناحها مكسور؟ لانها لو شالتها ممكن ايه الجناح يبعد خالص عن مكانه او يتأذي اكتر. مش احنا لما حد يقع في الشارع وقعه جامده او بعد الشر حد تخبطه حاجه نقول له ما تلمسوش الا لو انت بتعرف تتعامل معاه، عشان ممكن وانت تشيله غلط، بدل ما تبقى حاجه بسيطه تبقى حاجه ايه كبيره صعبه، مش كده؟ يبقى لازم اللي يلاقي حد متعور يعمل ايه؟ يستنى لما حد من اللي بيفهم الحاجه دي يتصرف معاه. هي لما لقت الجناح بتاع العصفوره الصغيره ده مكسور، سابت ايه العصفوره زي ما هي وجريت على اصحابها. مين اصحابها؟ اليمامه والهدهد ومين؟ الطبيب ابو قردان. جريت عليهم وقالت لهم الحقوا، انا لقيت عصفوره صغيره متعوره وجناحها مكسور وهي واقعه ايه بين الشجر بين الورق بتاع الشجر. جه ابو قردان كشف عليها وراح جايب يعني فرع ناشف كده وراح حطه عند الجناح وربط عليه ربطه جامده وقال لهم يلا نشيلها، بس هنوديها فين؟ قامت الحمامه قالت لهم انا هاخدها مع اولادي لحد لما تخف. طاروا حطوها بقى بطريقه حلوه هم الثلاثه عشان ما يجرالهاش حاجه. اليمامه والهدهد وايه والحمامه شالوها وراحوا بيها على فين؟ على العش اللي عملته الحمامه لاولادها، ونيمتها العصفوره مع ايه؟ مع الاثنين ولادها الصغيرين. تمام كده؟ وبدات ايه تاكلها. بس العش مش هيقضي، الثلاثه هيبقوا مزنوقين ومش هيبقوا مبسوطين، فقررت هي واليمامه والهدهد يعملوا عش لمين؟ للعصفوره جنب العش بتاع مين؟ بتاع الحمامه،
عشان تبقى واخده بالها ايه منهم كلهم. وفعلا بسرعه بسرعه عشان الدنيا ما تبقاش برد قوي، لحقوا ان هم يخلصوا قبل الدنيا ما تبقى ليل علشان يعملوا العش التاني اللي هننيموا فيه مين؟ العصفوره. وفعلا خلصوا العش، وراحت نقله بشويش بشويش هي برضو وزوجها الحمام ايه اليمامه العصفوره في العش بتاعها، وبدات تاكلها قبل ما تاكل ولادها. ليه اكلتها هي الاول؟ عشان هي لسه ايه ضعيفه جدا وايه صغيره خالص، ولادها ماسكين نفسهم شويه، لكن هي لسه ضعيفه خالص وايه مفيش عندها اي قوه، وكمان كانت واقعه على الارض بقالها قد ايه محدش عارف، ممكن حاجه تاذيها تكون جت عليها. فهي عشان حنينه قوي الحمامه بدات ايه تاكلها هي الاول، تاكلها وتشربها وتاخد بالها منها، وبدات ايه تكبر، والحمام كمان الصغير يكبر، عايشين جنب بعض. الحمامه صوتها ايه هديل، ساجده الحمامه صوتها ايه هديل، والعصفور ايه بنقول عليه زقزقه ايه العصفور. فالعصفوره والحمامه قاعدين بقى ايه مع بعض كلهم اسره جميله، الام بتاكلهم وبتشربهم وبتديهم ايه الحنيه بتاعتها. بدات ايه العصفوره تاكل معاهم ومبسوطه، والحمام ايه اصحاب. الحمامه كانت بتعمل حاجه حلوه قوي قوي يا اولاد، كانت بترجع كل يوم وهي جايه بالاكل على المكان اللي لقت فيه العصفوره. تفتكروا كانت بتروح ليه؟ المكان اللي لقت فيه العصفوره الصغيره، تفتكري يا ساجده كانت بتروح ليه؟ طيب هي كانت كل يوم قبل ما ترجع بيتها بتروح رايحه تاني تشوف المكان، تبص كده في المكان اللي لقت فيه العصفوره، لحد ما في يوم بصت لقت عصفوره عماله تلف في المكان، عصفوره كبيره عماله تلف في المكان وشكلها حزين جدا، وعماله تبص في الارض وتبص في الورق. قالت لها انت مالك يا عصفور؟ قالت لها بنتي كانت هنا، بنتي كانت في العش في الشجره دي، لكن لما الهوا قام انا ما كنتش معاها، انا كنت رحت اجيب لها الاكل، ولما رجعت لقيت العش مش موجود وما لقيتش بنتي كانت صغيرة جدا، أنا خايفة يكون في حد أكلها أو في حد داس عليها. وقعدت تعيط، قامت طبطبت عليها وقالت لها بنتك عندي أو صغيرتي عندي، صغيرتك عندي ما تخافيش عليها. قالت لها بجد؟ قالت لها أيوة بنتك معايا، العصفورة الصغيرة معايا بأكلها مع أولادي وما تقلقيش عليها خالص، يلا بينا أوديكي إيه عندها. طارت الحمامة والعصفورة فرحانة جدا مش مصدقة نفسها، طارت وبعدين قالت لها شايفة الشجرة دي، شايفة العش ده هم فيه، بس استني ما تطلعيش دلوقتي، لازم اقول لبنتك الاول عشان ما تتخضش وايه وتبقى فرحانة لما ايه تطلعي، لانها ممكن اول ما تشوف مامتها تخض تتعب لا من الفرحة. ففعلا الحمامة طلعت على ايه على المكان بسرعة وغنت معاهم واتبسطتهم واكلتهم وقالت لها ايه عارفه يا عصفوره انا لقيت مامتك ومامتك ايه جايه تاخدك. العصفوره الصغيره فرحت قوي وراحت بقى الحمامه شاورت ايه للعصفوره الكبيره مامتها وقالت لها تعالي، وطلعت قامت ايه فرحت قوي وحضنت بنتها، وكان ايه مبسوطين جدا جدا وفرحانين بان هي حافظت على بنتها وشكرتها جدا جدا علشان اللي هي عملته. ايه رأيكم مين اكتر حد حبيتوه في الحدوتة دي؟ الحمامة البيضاء. الحمامة البيضاء. طيب ليه يا ساجدة؟ عشان هي علي صوتك. عشان هي لقيت العصفورة الصغيرة فخدتها وأكلتها وشربتها ونيمتها. طيب وانت يا حبيبة؟ الحمامة البيضاء علشان هي اهتمت بيها في الوقت اللي كان مامتها مش كانتش موجودة.
طيب في حاجه كمان الحمامه كانت بتعملها حلوه قوي، كانت بتعمل ايه؟ كانت كل يوم تيجي في المكان اللي لقيت العصفورة فيه. تفتكري ليه؟ عشان تشوف مامتها. علشان تشوف حد هيدور عليها، حد هيسأل عليها ولا لا. أيوة. صح؟ طيب في حاجة كمان حلوة قوي عملتها الحمامة قبل ما تشيل العصفورة الصغيرة، ايه؟ ما شالتهاش عشان ممكن لو شالتها ممكن يحصل لها حاجة في الجناح طبعا بتاعها. عملت ايه؟ ندهت لمين؟ ابو قردان. ابو قردان هو ده الطبيب بتاع ايه؟ الطيور. عمل ايه بقى؟ عمل لها حط جذع قوي علشان حط فرع الشجر شجر ناشف. وبعديها ربطه بقوة. برافو. ها، وقال شيلوها. شالتها لوحدها ولا شالوها كلهم؟ شالوها كلهم وحطوها بطريقة كويسة عشان ما يحصلهاش حاجة. طيب سجدة، ينفع العصفورة تبقى صاحبة الحمامة؟ ينفع نبقى أصحاب طالما كلنا قلوبنا حلوة وطيبة، وطالما إن إحنا مش بنبص لعيوب بعض، وبنحب إن إحنا نتعامل مع بعض كويس. ما هي لو كده الحمامة ما كانتش خدت العصفورة، ما كانتش اهتمت بيها. ممكن حد يكون مختلف عني في الدين، في الشكل، في اللون، في حاجات كتير، بس يكون طيب وقريب مني في صفات كتير تانية، يبقى صاحبي. يبقى مش لازم ان هو علشان مختلف معايا في الشكل وفي الدين او في حاجات كتير بس حلوة الاختلافات انه ما يبقاش صاحبي. لا، ممكن يبقى صاحبي، وممكن تبقى صديقتي، وممكن ابقى علاقات طيبة بيني وبينه، طالما ان احنا كلنا كويسين مع بعض وبنخاف على بعض وبنحب على بعض. انت ما عندكيش حد من اصحابك ميوله مختلفة عنك لكن انت حاسة ان هو طيب فبتصاحبيها؟ مش كده؟ مش احنا ممكن نصاحب كل الناس ما دام هم كويسين؟ مين تاني عجبكم في الحدوتة؟ ابو قردان. ابو قردان. ومين كمان؟ والهوهو. العصفورة كمان الصغيرة. ليه؟ لأن هي لما ما نسيتش بنتها فضلت فضلت تدور على بنتها، مش قالت خلاص لا أنا الأم بقى. هي فضلت تيجي في المكان وتدور كل يوم، تيجي تدور. بس أول ما الحمامة شافتها راحت قالت لها بنتك عندي وفي أمان واطمنت عليها انها لقيتها في ايد امينه اللي هي الحمامه البيضاء. خلصت كده قصتنا، يا رب تكون عجبتكم.